اتعاملت قبل كده مع شركة حسستك إنك أهم عميل عندها، حد بيتابع معاك قبل الشراء وأثناء الشراء وبعد الشراء وبيهتم بتجربتك فعلا؟ ده مش حاجة صدفة أو مش حاجة بتتم مع عملاء، لا ده نظام شغل بيقوم وراه فرد اسمه الكاستمر كير. الكاستمر كير هو الفريق المسؤول دايما عن متابعه تجربه العميل، سواء قبل الشراء بعد الشراء اثناء الشراء او حتى اثناء الاستخدام، والتاكد دايما انه راضي 100%. هدفهم الاساسي مش حل مشكله، هدفهم حمايه العلاقه دايما بين العميل والشركه وتحويله لعميل دائم ولويال. هو اكتر دور بيأثر طبعا على سمعه الشركه وثقه الناس فيها. اهم الادوات والمهارات اللي بيبقى الكاستمر كير المفروض يتعلمها، نفس الفكره برضه سي ار ام تولز زي الفلاش ديسك والزين ديسك والهاب سبوت وتولز كتيره طبعا. مهارات تواصل قويه جدا، زائد الذكاء العاطفي والتعاطف علشان يعرف يحتوي عميله كويس في اي موقف. اداره المواقف تحت الضغط، حل المشكلات بسرعه جدا، التعامل مع الشكاوى، زائد متابعه العملاء بعد الحل. مهارات طبعا كتابه محترفه جدا للرسائل والايميلز، فهم كامل للمنتج او الخدمه اللي انت بتقوم بالشغل من خلاله. السلم الوظيفي لاي كاستمر كير هو بيبتدي من اول كاستمر كير ايجنت طبعا، وبعد كده يبقى سينيور كاستمر كير، بعد كده كاستمر كير تيم ليدر، بعد كده كاستمر اكسبيرينس سبيشالست، بينتهي بالحال انه يبقى كاستمر اكسبيرينس مانجر. متوسطات الرواتب طبعا وبنتكلم عالميا بتبتدي من اول $300، بتوصل في بعض الاحيان لازيد من $2000 طبعا، دي في شركات كبيره او قطاعات طبيه او تقنيه كبيره. مستقبل طبعا الوظيفه دي مع زياده التنافس بين الشركات، خدمه العميل وتجربته بقت اهم من التسويق نفسه. الشركات اللي عندها كاستمر كير قوي جدا هي اللي بتكسب السوق وبتعرف تزود ارباحها. لو عاوز تعمل شيفت كارير طبعا للشغلانه دي، ابتدي اتعلم مهارات تواصل فعال، اتدرب على التعامل مع العملاء والغضب والشكاوى، اتعلم طبعا سوفت سكيلز وايميل رايتنج والسي ار ام تولز. ركز على الحفاظ على رضا العميل دايما، مش مجرد الرد على سؤاله وانت بتخلص مكالمه وخلاص. الكاستمر كير مش مجرد وظيفه، دي تجربه بتخلي العميل يحب الشركه او يسيبها او يروح لشركه ثانيه. فالكاستمر كير هو من الحاجات المهمه جدا 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 في الشركات، هو الكاستمر سيرفيس والافتر سيل سبورت وكل الوظائف دي. اشوفكم دايما على خير والتوفيق، والسلام عليكم.